هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، كان يا مكان في سالف الأزمان أميرة من الأميرات، كانت كل شوية أيام تتكلم كلام وتؤمر أمر. في ليلة من ذات الليالي جت الأميرة تنام، الدنيا كانت برد. صرخت الأميرة، ندهت الوزير وقالت له: البرد ده إيه فايدته زي قلته؟ اسمع يا وزير، البرد ده ما بحبوش أنا، ما تخليهوش، حوشوا من الدنيا. والأميرة قالت للوزير: هركب حصاني واسيب القصر وغيب عنه 3 أيام، واما ارجع بعد ال3 أيام مش عايزة برد في الدنيا أبدا، يا إما كده يا إما أحبسك. والوزير طبعا محتار، الدنيا ساعات تبقى برد وساعات تبقى حر، الدنيا ساعات تبقى تلج وساعات تبقى نار، ولا الوزير ولا غير الوزير يعرف يحوش حاجة. والأميرة ركبت حصانها، مفيش حد في القصر عارف هي رايحة فين، بس هي كانت سمعت زمان عن مكان في الجبل بالظبط زي الجنة، بتنزل المية منه على زرع أخضر. والشهور بتفوت وبتفوت زي الأيام، والأيام بتفوت زي الساعات. الأميرة في يوم ركبت حصانها وراحت الجبل، مشيت في الجبل، طلعت على الجبل. الحرامية سكان الجبل لمحوها. كبير الحرامية قال: انزلوا بسرعة هاتوها، نشوف دي ايه دي واصلها ايه وفصلها ايه وجاية هنا ليه. نزلوا الحرامية، اتكتروا على الأميرة، مسكوها وجابوها ربطوها في السلاسل وقعدوا يحرسوها. فاتوا 3 أيام والأميرة ما رجعتش القصر. كل اللي في القصر خايفين مش عارفين يا ترى الأميرة راحت فين. جابوا حكيم القصر وقالوا له: انت بتعرف حاجات كتيرة، شوف لنا فين الأميرة. حكيم القصر حط في ايده حبة مية واتكلم كلام، وش المية بقى زي وش المراية. حكيم القصر بص في المية كتير، شاف الأميرة في كهف في الجبل متسلسلة بحديد. كل اللي في القصر قالوا: نعمل ايه؟ الجبل فيه 1000 كهف وكهف، هنعرف الكهف منين؟ قائد الحرس قال: نجمع كل الفرسان ياخدوا السلاح ويمشوا يلفوا يدوروا في الجبل. حكيم القصر قال: لو جبتوا 1000 فارس وفارس يمكن يلفوا في الجبل 1000 يوم ويوم وبرضو ما يلاقوش الكهف. وكل اللي في القصر احتاروا هيعملوا ايه. حكيم القصر قال لهم: اللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش. الحيلة تنفع لما القوة ما تنفعش. هقول لكم على حيلة معقولة. جهزوا لي 40 جمل، على كل جمل إبرة مقفولة، وكل إبرة جواها فارس بسلاحه. هاخدهم وأمشي في الجبل، أعمل تاجر من التجار، يمكن الحرامية يشوفوني يمسكوني وياخدوني مطرح ما أخدوا الأميرة. وجهزوا له اللي قال عليه. وفي ليلة من ذات الليالي طلع من باب القصر 40 جمل، عليهم 40 إبرة، مستخبي فيهم 40 فارس. وحكيم القصر في هدوم التجار زي اللي يكون هيمشي وهيسافر، ماشية الجمال تحت الجبل. بس الحرامية ما شافوش. ليلة، ليلتين، 3، في 3 ليلة قعد الحكيم يرتاح، بص بعينيه للجبل وقال: الكهوف ألوف كتيرة
وفي كهف منها الحرامية مخبيين الأميرة، إنما الكهف ده فين فين فين؟ التلج فوق آخر الجبل من فوق، والجبل برد برد برد، وكل ليل ما يجي كل الجبل ما يبقى برد أكتر. حكيم القصر اتلف كله في بطانية. بص الحكيم شاف نار بعيدة منورة، نار في الجبل. حكيم القصر قال أسيب تجارتي وجمالي هنا واروح أدور على حالي واتدفى أنا على النار. طلع الحكيم في الجبل، قرب على النار، كل ما يقرب النار تكبر، كل ما يقرب يشوف أكتر. شاف حوالين النار حرامية الجبل قاعدين بيتدفوا، زي الحكيم ما شافهم هم برضو شافوه، مسكوه جابوه سألوه انت مين؟ حكيم القصر قال لهم انا تاجر من التجار. حرامية الجبل سألوه طب تجارتك فين؟ حكيم القصر قال لهم تحت الجبل 40 جمل شايلين ومحملين، خدوها كلها بس سيبوني وادوني الأمان. نزلوا الحرامية حرامي بعد حرامي، وطلعوا الحرامية حرامي بعد حرامي، وكل حرامي شايل قدرة. ولما جابوا 40 قدرة قعدوا حوالين النار يفكروا نخبي التجارة دي فين ونبيعها لمين ونعمل في الأميرة ايه. الحرامية مشغولين في مين وفين وايه وليه. في غمضة عين طلعوا الفرسان، من كل قدرة طلع فارس، مسكوا الحرامية من أولهم لآخرهم، من صغيرهم لكبيرهم، وخلصوا الأميرة وخلصوا الحكيم. ولما راحوا القصر، لما راحوا للأمان، أميرة الزمان قالت غريبة، طول عمري كنت بسأل البرد ايه فايدته، وديني عرفت اهو البرد لا مش زي قلته. لو ما كانش البرد ما كانوش الحرامية ولعوا النار، ولو ما كانوش الحرامية ولعوا النار ما كانش شافهم حكيم القصر، ولو ما كانش شافهم حكيم القصر ما كانوش الفرسان خلصوني. صحيح أنا كنت فاكرة إن البرد ما ينفعش، لكن معلش معلش معلش